السلام عليكم. اليوم إن شاء الله جيت لكم بهاد الحليوة صراحة اللي كتجي رائعة وبنينة وهشيشة كتذوب في الفم، يعني ضروري خاصكم تجربوها. المكونات ديالها موجودة في أي بيت، يعني تقدري تموفي راسك في هاد الحلوة بأي حاجة عندك في الدار. صراحة راه كتجي زوينة وبنينة. كتجي عاملية لدواز أتاي للدراري الصغار هكا للفطور. تشربي بها كاس ديال القهوة، كاس ديال لاتاي، صراحة كتجي رائعة. المهم كيف ما كتشوفوا الحليوه كتجي طيبه ومذهبه. انا اعتمدت انني نديرها في هذه البواطه اللي كتسد، كتكون عمليه. ملي كنبغيها كنحط البواطه هكا، يعني كناكلوا منها وكنرجعها. المهم دابا غادي ندوزو المقادير ديال هذه الحليبه. المهم هنايا غادي ناخذوا واحد القصريه فين غادي نخلط او الاناء. هنايا غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده، يعني نص رابعه، وغادي نزيد عليها كاس ديال السكر سنيده ماشي كبير، وكاس الا ربع، قل ربع ديال الزيت النباتيه. وغادي نزيد عليها هنايا جوج بيضات اللي كانوا عندي، يعني صغارين، استعملت جوج بيضات صغارين. صافي، وغادي نخلط العناصر مزيان حتى يعودوا ليا بحال شي كريم. يعني السنيده كتذوب، الزبده كتخلينا مع البيض بهذا الشكل. المهم ضروري انكم تخلطوا بيديكم. المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا من بعد ما خلطناه، حنا غادي نزيدو 125 غرام ديال كاوكاو، يقدر يكون محمر ومهرمش، اولا ديال اللوز يقدر يكون حتى هو محمر ومهرمش. انا غادي ناخذ هنايا واحد 125 غرام ديال زبده ديال اللوز، يعني كريم ديال اللوز هكا كيتباع جاهز عندي غادي نستعملو. يعني اي حاجه عندكم تقدروا تستعملوها، كاوكاو، اللوز، اي حاجه. المهم انا عندي هاد الكريمه ديال اللوز غادي نحاول نستعملها. جاتني احسن. هنايا غادي نستعمل عاود 125 غرام ديال الزنجلان اللي حمرناها، و125 غرام ديال الزبيب. الا قطعتوها قطع صغيره غيكون احسن وغادي تكون عمليه. المهم غادي نعاودو نخلطوا هاد العناصر كامله. صراحه كتجي بنينه بنينه هاد الحليوه. وما كتكونش يعني المكونات ديالها راه بسيطه. وعاد انه الحاجه اللي زوينه في هاد الحلوه انها كتلوح لينا بزاف. المهم هنايا غادي نزيد الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا ديك العجين ديال الحلوى. الحلوى ضروري العجينه ديالها كتبقى رطبه وما كتدلكش، يعني غير كنجمعوها بيدينا وصافي. المهم غادي نبقى نزيد شويه بشويه الدقيق حتى تجمع ليا العجين. المهم هنايا غادي نزيد واحد الخماره حمراء من فئه 7 غرام، انا هذه عندي فيها 15، يعني غادي نحاول نستعمل النص ديالها. صافي غنستعمل غير النص لان هذه راه عندي فيها 15 غرام كيف ما كتشوفوا. 15 غرام، يعني غنحاول نستعمل غير النص. المهم صافي دابا غادي نكمل على انني نعجن العجينه ديالي نجمعها. صافي المهم هنايا راه تقريبا هزات ليا نص كيلو او شي حاجه، تقريبا 600 غرام ديال الدقيق اللي هزات ليا، ديال الدقيق الابيض الفورس. صافي هنايا غادي نبدا نكور في هذيك العجينه ديالي بهذا الشكل. والا كان عندكم شي طابع، يعني ضروري تحطوه من الفوق باش كتعطينا واحد الديكور اللي كيجي زوين. انا ما عندي حتى طابع هنا في الدار، يعني غادي نموفي راسي كيف ما كيقولوا، وغادي ناخذ غير هاد الشوكه وغادي نتكي عليها من الفوق حتى هي غادي تعطيني واحد الشكل اللي غادي يجي زوين. والاهم في هذا الشيء هو المذاق ديال الحلوى. المهم غادي نوريكم مره اخرى. عاود غادي نكور وغادي نتكي بالشوكه. هانتوما تحاولوا ديروها صغيره لانها كتزيد شويه كتنفخ لينا مع الخميره. صافي وكنكون وجدت انايا الطاوه ديالي اللي درت فيها ورق الفرن، او لا تكونوا دهنتوها بالزيت وكتبداي تستفي في الحلوه ديالك هكا. الصراحه ساهله وما كتاخذش لينا نهائيا الوقت دغيا كتوجديها.
وصافي غادي نكمّل على هاد الطريقة، غادي نكوّر العجينة ديالي كاملة وغادي ندخّلها الفران على درجة الحرارة 180 درجة، غادي نشعل عليها من التحت ومن الفوق، وغادي نخدّم الفرفارة. إلا عندكم غير الفران ديال الغاز شعلوا عليها من التحت حتى طيب، وشعلوا عليها هبطوها حمّروها من الفوق. المهم بهاد الشكل. المهم صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا أنا ساليت الطاولة الأولى، وصراحة كتجي زوين الشكل ديالها ما بيش، وإلا كان شي مقطع راه كيعطيها واحد كتجي زوينة أحسن، كتعطيها شي رشمة اللي كتكون زوينة. المهم كيف ما كتشوفوا العجين راه مازال ليا غادي ندير طاوة أخرى، غادي ندخّل هادي طيب وغادي ندير طاوة أخرى. المهم الحليوة ديالنا طابت، شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي محمرة وهشيشة كتذوب في الفم، صراحة كتجي رائعة. المهم الحلوة ديالنا هي هذه، ما بقى ليا إلا نقول لكم بسلام عليكم.